الجو حر بقى ومش عايزين نقف في المطبخ كتير، بس اكيد لازم نطبخ يعني. علشان كده هنعمل حاجة بسيطة النهاردة كده طعمها لذيذ قوي، وفي نفس الوقت ما توقفنيش كتير، 10 دقايق كده. اول حاجة خالص كده انا بجيب الصينية بتاعتي واحط فيها معلقة سمنة مش كبيرة قوي. بعد كده هنزل عليها بثلاث بصلات كبار مقطعهم حلقات. البصل في الاكلة دي بتبقى جميلة قوي، عشان كده بحب اكتره شوية. بعد كده بقى فككي اي بصل كده مربوط في قلب بعضه، وانزلي عليهم برشة ملح بسيطة. هيساعد انها يعني ان البصل يتدبل بسرعة معاكي. يا دوب خدت قلبتين بس كده، وهنزل عليه بالفراخ. وراك ماشي، فراخ يعني قطع ماشي، وراك اي حاجة. بعد كده هقلبهم مع بعض كده ياخدوا تشويحة حلوة. في الوقت ده بقى كنت مقطعه قرنين شطه. بصي واختياري، بس هما بيدوكي طعم حلو. لو انت بتحبيش الحاجه الحراقه ممكن تحطي قرن شطه او فلفل يعني يكون بارد. واحد احمر واحد اخضر. وبعد كده بحط عليهم معلقه صلصه وشويه بهارات بقى، ملح وفلفل اسود وكمون وبابريكا، وكمان توم باودر وبصل باودر ومكعب مرق. قلبيهم في قلب بعض كده وشم الروايح الرهيبة بقى لحد ما تحسي ان الفراخ اتبلت. نص كوباية مية سخنة كده هنزل على الفراخ بيها. وبعد كده بقى ظبطي شكلهم كده وغطيهم بالغطا وسيبيهم. تقريبا خدوا 10 دقايق. مش محتاجة بقى ان انتي تدخليهم الفرن ولا حاجة، علشان الجو حر. كانوا بالشكل ده. الصوص بتاعهم رهيب وطعمها رهيب، وما خدتش وقت مني خالص. جربوها في الحر ده كده وبألف هنا.